نرد على هذا التعليق. أختنا تقول: والله يا شيخ الحمد لله، أختي عندها 4 أشهر من اللي رقات عندك مباشرة بعد الرقية، راهي حامل بطفل بعد ما خرجت لها الشيطان من الرحم. الحمد لله، ربي يحفظك وما تديرش على الفئة ديال الناس حسادين. عادي. سبحان. تقول الأخت تاعها عندها 4 أشهر من اللي جات عندنا رقات، وراي الآن حامل يعني في حامل، والطفل في بطن أمه 4 أشهر بعد ما نزعت منها الشيطان من الرحم. يعني هذا الشيطان هو الذي كان يمسك هذا الشيطان هو الذي كان ماسك يعني الحيوان المنوي، أكرمكم الله، كي لا يمر. هذه هي عمل الشيطان داخل البدن، هذا هو عمله في تعطيل الإنجاب. يمنع الحيوان المنوي، يفعل له مثلا جدار، هكذا جدار لا يصل الحيوان المنوي أكرمكم الله إلى الرحم، فلا يكون الحمل، فلا يحدث الحمل. الحمد لله. تقول يعني لما نزعنا منها هذا الشيطان من رحمها، فأصبحت يعني عادي، فحدث الحمل بإذن الله. الله أعلم كل حال شحال كان عندها واللي زوجة الأخت، لكن لله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا لك وللأمة الإسلامية. عسى الله أن ينفع به الأمة الإسلامية أو بها. أسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا وذخرا لكما إليك وإلى أبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.